اهلا بيكم في فيديو جديد على قناة جولديز. حصل مشكلة بسيطة في الكوبي رايت، كنت حاطط مزيكا والمزيكا اختفت، فالمهم نية تسجيل من اول وجديد. بسم الله. وفيديو النهاردة هيكون بيتكلم عن ان احنا نجيب فواكه مختلفة ونشوف ايه اللي هيطلع لنا. المشكلة ان انا عارف ايه اللي هيطلع لنا وهحرق عليكم، بس يلا بينا. اول حاجة احنا معانا 9 جواهر، كسبتهم عن طريق ان انا جالي رايد. تمام، كسبت رايد يعني مع واحد صاحبي. اول فاكهة جات لنا كانت فاكهة البومب، وهي طبعا مش هنعمل بيها اي حاجة ان هي فاكهة ضعيفة. تمام، تاني فاكهة معانا فاكهة الخيوط. الفاكهة ديت يا جماعة فاكهة قوية، بس محتاجة ان اللي بيستعملها يكون معاه كمبيوتر او كده. تمام، عشان التحكم فيها صعب شوية. هي فاكهة الاوبي اوبي. فاكهة الشوك او السبايك، فاكهة ضعيفة برضو من فاكهة الكامن. تالت فاكهة معانا ورابع فاكهة فاكهة الذئب الولف، برضو فاكهة مش اقوى حاجة. خامس فاكهة معانا انا كان نفسي يطلع لي برق بس ما طلعتش، وهي الضوء. وضوء فاكهة لوجيا قوية جدا جدا، بس النار بالنسبة لي احسن منها. تمام، سادس فاكهة معانا كانت الشوك تاني. والفاكهة السابعة او الستة، فاكهة البومب. تمام. فيديو الرايد هينزل بعد الفيديو ده او بعد ما يتمنتج يعني عامة. هيكون فيديو لطيف ان شاء الله. فاكهة الليكورد، تمام، مش وحشة. واخر فاكهة معانا فاكهة ايه يطلع، والله ما فاكر. الكف. تمام، وهنا هنبدأ ندور على حد نديله فاكهة. جه شخص نديله فاكهة الضوء. تمام، فاكهة الضوء. طب يا جماعة، هو الفيديو كنت نزلته بس خدت كوبي رايت والموضوع ما كانش لطيف، فانا اول مرة اعمل اصلا تسجيل صوتي على فيديو وانا كنت محمله قبل كده. المهم ندي دلوقتي فاكهة الضوء. والتعليق بتاعي وقتها كان ان هو فرح بالفاكهة لدرجة انه اتنطط وهو اكل الفاكهة وبدأ يجربها. ده كان التعليق بتاعي، فمش عارف احط تعليق تاني ولا لا، بس هو هياكل الفاكهة دلوقتي وهيبدأ يجربها. واديت فاكهة لشخص تاني، بس رميتها. وبعد كده رحت حاربت الراجل اللي هناك ورا ده. وده حاسس ان انا جاي من المستقبل واحكي لكم. المهم يا جماعة، هنتكلم شوية بما ان الفيديو شغال. في شوية حاجات هتحصل. ممكن أبدأ أراجع فصول المانجا بتاعت ون بيس أو أحللها بمعنى أصح. ده ممكن أعمله ممكن لأ، يعني فكرة في دماغي. تمام، دي النقطة التانية. في فيديو رايد اللي هينزل، وفي فيديو واحد تاني كسبناه، ما كسبناهوش قصدي، مش عارف انزله ولا لا. بس لو نزلته ممكن ننزله مقطع سريع كده دقيقتين تلاتة، فاهمني؟ لان احنا خسرنا في ويف ال 12 يعني. بس مش عارف انزله ولا لا. اما عن الفيديوهات الجاية، فانا مصور كذا فيديو بس لسه بمنتج فيهم عشان الامتحانات وكده، عشان اقدر انزل لكم. وهصور فيديو تاني كمان شوية عن سيوف زورو. انا بحرق اللي انا هعمله بس قشطة يعني. فبس عايز بس ارقي الستيل بتاعي، ان الستيل بتاعي مش اقوى حاجة في السيوف. وبعدها اروح اجيب السيف على طول وابدا اوريه لكم. يا جماعه، انا في هذا المستوى ولسه مش معايا في ستيف زورو. محدش يسالني ازاي والله، يعني انا شخصيا مش عارف، يعني كنت فاكر ان هي معايا. هي كانت معايا بس انا صاحبي بدلها بسيف تاني لما خد حسابي. المهم حصل خير يعني، وهنشتريها تاني يا جماعه. كان شيء لم يحدث. تمام. ولو حد حابب اعمل فيديو معين يقول لي، ولو حد عايز فاكهة برضو التعليقات موجودة ويكتب لي. واشتركوا بقى في القناة او اعملوا لايك او اعملوا اللي انتوا تعملوه، يعني مش فارق معايا كتير. مش عارف، حسيت ان انا زهقت يا جماعة في إيه؟ انا كنت بنتكلم كل الكلام ده. طيب يا جماعة، احنا حاليا برمي الفاكهة عشان متقعدش معايا كتير، عشان لو مت او حصل لي حاجة. وقلت لهم ان انا قلبت لكم الجيم فواكه بقى، وشفت انا كريم ازاي، مع اني اسمي ابراهيم والله. المهم يا جماعة، كنت عايز اقفل الفيديو على كده بس ضميري ما سمحليش. قلت اروح اموت الواد اللي هناك ليه؟ بس ايه فيديو 5 دقايق ده يعني؟ مش من حقكم كده، انتوا محتاجين حاجات اكتر. فحاسس ان انا رغيت كتير،
اصل انا متضايق ان انا مسحت الفيديو. هنا انا كنت بقول ان كده الفيديو خلص، بس مش هقفله دلوقتي ان انا عايز اروح اموت الواد اللي هناك ده رخامه. فرحت اموته. رحنا نموته. هنبدأ الصوت كمان شوية. انا كنت عامل استعراض لفكرة النار في فيديو من الفيديوهات قبل كده، ولسه منزلش طبعا، مع اني كنت عامله والله يعني. انا كسول جدا في المونتاج، فلو حد يعني يقدر يساعدني وكده فاتمنى. واسيبكم مع بقية الفيديو. سلام. ايوه. ياه. ياه، شعور الانتصار ده. هو اه اه ده بيموت مرتين، ما شاء الله. انتصار مين بس؟ هيتحط عليا. فعل كده بأي حاجة. طيب، انت اللي جبته لنفسك. براحتك بقى يا معلم. لا انا مش هموت. تمام، عشان نكون بس ايه في الصورة كده مع بعضينا. انا بقتله ليه؟ انا كنت اخلص الفيديو باحترام. ليه يبقى شكلي وحش كده؟ انا مش هموت برضه. انسى في احلامك. على جثتي لو مت. متسألنوش ازاي. هي هتبقى على جثتي اصلا. مت اصلا في الطبيعي. قالش رخيص ملوش لازمة. بس كده معرفناه. احنا محتاجين نتعرف على العالم التاني اكتر يعني. وبس كده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. واشوفكم في فيديو جديد. باي.